والمدربين على مستوى كبير. ارحب بالمدرب والخبير والمحلل الفني العراقي ميثم عادل. حياك الله كابتن. تحياتي لك اخي مشعل. اشتقنا لك وقت الاجازه ورجعنا وانت معنا. الله يحييك. اكثر شوق لك يا اخي. طيب خلينا اسالك بكل تاكيد عن هذا اللاعب، وخلينا ناخذ العنوان الابرز واللي هو ذكر كجمله، انه ذكر التحدي ليس المال هو سبب قدومي للصين. لما تتحدث على 300,000 دولار تقريبا اسبوعيا، اعتقد انه التحدي يحضر. نعم هي بالضبط اخي مشعل 314,000 دولار اسبوعيا. نعم. وكان نيلكا قبله 295 على ما اظن ألف دولار اسبوعيا، مبالغ خياليه تدفع. انا اعتقد ان تقريبا كلهم في نفس الفريق. نعم في نفس الفريق. انا اعتقد ان ما يحدث الان في الصين هو اشبه ما يكون بربيع كروي او ثوره كرويه قادمه، ربما سيحصدون نتائجها في السنوات القريبة القادمة. أنا أعتقد أن هذا يجرنا على حديث حول محورين أساسيين، وهما الأول الأزمة المالية التي عصفت في العالم والتي اجتاحت معظم الدول الأوروبية وأمريكا والعالم كله، وألقت بظلالها على هذه الدول. ربما هذه الأزمة قد أفرزت معادلات جديدة في الواقع الاقتصادي العالمي. تقصد أن شرق آسيا الأقصى بعيد عن هذه نعم. أنا أعتقد أن الآن الصينيون يمتلكون قدرات هائلة يا أخي مشعل. عندما تنظر إلى الأرقام في الوضع الاقتصادي الصيني، أرقام مهولة. أنت تتحدث عن بلد يمتلك احتياطي من النقد الآن يتجاوز 3 تريليون نقد أجنبي. أنا هنا أتكلم عن النقد الأجنبي. وكذلك هم يمتلكون الديون الأمريكية بما يعادل حوالي 801 مليار دولار. وكذلك هناك 1.6 تريليون دولار من سندات الضمانات الأمريكية. إذن أرقام مهولة تتحدث لكن حتى تتحدث على نسبة سكانية كبيرة، يعني الأعلى. نعم هي الأعلى، ربما سيتجاوز 2 مليار ربما في السنوات القادمة. وكذلك هناك دولة كبيرة وليست صغيرة، 22 مقاطعة و5 مناطق حكم ذاتي و4 بلديات تدار مباشرة، يعني أمور كبيرة. وكذلك هناك منطقتين للحكم الذاتي عالية، يعني عالية الحكم الذاتي مثل هونغ كونغ وماكاو، أيضا كانت تابعة فيما مضى إلى الصين. دولة بهذا الحجم دولة كبيرة، ولكن الربط في هذا الموضوع بين الأزمة المالية والوضع الربيع الذي تكلمت عنه في البداية، أن هناك ربما فن قيادة جديد. هو ليس جديدا بالمعنى المجرد لهذه الكلمة أو المطلق لهذه الكلمة. أنا أقول أن الرياضيون الصينيون كانوا يمتلكون إنجازات كبيرة على المستوى الفردي وحتى على بعض الألعاب الجماعية، ولكنهم عانوا كثيرا على مستوى كرة القدم. اللعبات الجماعية بشكل عام. يمكن السلة عندهم فيها تطور، أما البقية لا. نعم ربما الطائرة عندهم كرة الطائرة عندهم نوع من التطور في هذه اللعبة، ولكن في كرة القدم عانوا كثيرا. من يقود هذا التطور برأيك؟ يعني هل هي الشركات، نظام مؤسسات، أم حكومة ودعم حكومي؟ سؤال جميل هذا أخي مشعل، سؤال جميل. أنا أعتقد أن هناك مشروع كبير، مشروع ليس بالضبط ما يحدث الآن في الصين هو اجتهادات شخصية من قبل بعض رؤساء الأندية مثل جهو جون عملاق ألعاب الفيديو الذي يمتلك نادي شنغهاي شينهوا الذي الآن فيه دروغبا وأنيلكا والمدرب باتيستا. هي ليست اجتهاد شخصية من قبل هذا رئيس النادي أو الشخص، وإنما هو مشروع متكامل على ما يبدو، استراتيجية تتعامل مع ما موجود وبالمقدرات والإمكانيات على المدى القصير لتحقيق أهداف وكبيرة على المستوى البعيد. هذا ما يحصل. يبدو أن فن القيادة قد اجتمع الآن، قد تبلورت الأزمة المالية مع الوضع الموجود في هذا العالم، مع الأفكار التي دائما ما تناغم وتنسجم مع أفكار المسؤولين الذين اعتقدوا أن كرة القدم الآن لابد أن تنتشل من هذا الواقع المرير. أنا أعتقد أن المشروع كبير وليس هو اجتهادات شخصية. احنا عندنا وقت إن شاء الله بنتحدث عنها جميعها. قبل أن نتحول التحدث إلى الصين وما الذي تبحث عنه رياضيا أو كرويا، دعني نتحدث عن شنغهاي شينهوا. أنيلكا كما ذكرت المدرب الأرجنتيني باتيستا، واليوم دروغبا موجود. ما الذي يبحث عن هذا الفريق؟ إن رأيت إلى ترتيبه في الدوري هو 13 من 16 فريق. نعم يعني حتى هو على ما يبدو أن السياسة الجديدة لرئيس النادي تريد أن تخلق من هذا الفريق رقم صعب على القارة الآسيوية على أقل تقدير، ثم ينافس طبعا في بطولات الأخرى ككأس العالم للأندية وما إلى آخره، ويريد أن يستثمر أكبر عدد من الشركات الموجودة في العالم، لأنه أنت تعلم أن العدد الكبير من التعداد السكاني سيجلب استثمارات كبيرة لهذا البلد. أنت
الشركة عندما تبيع قميص واحد ل مثلا نجم مشهور يعادل ما تبيعه ربما في نصف العالم. هذه الأمور كلها تتراكم وتدرس السوق الصيني لوحده. نعم، السوق الصيني سوق كبير. أنا لدي أيضا إحصاءات عن السوق الصيني تتحدث عن حجم الاستثمار الأجنبي الذي هو حوالي 92 مليار، يعني ما تقريبا وصل إلى 100 مليار دولار حتى عام 2009. إذن هناك أرقام، وهو الثالث عالميا. هناك أرقام كبيرة في هذا الموضوع، علما أن ربما الصين يعتمدون اعتماد كلي في الطاقة على الفحم، يعني 70% من أمور الطاقة التي يعني تداول عندهم هو الفحم. وهناك 20 من 30 مدينة، 20 مدينة من 30 مدينة ربما هي الأكثر تلوثا في العالم. هذه الأمور كلها ربما تكون مترابطة مع بعضها، بحيث الآن توجه هؤلاء الناس إلى مجال آخر، وهو كيف يطورون كرة القدم، لأنها أصبحت مادة دسمة أولا للإعلام، وثانيا لاستجلاب الاستثمارات وللإمكانيات المادية الكبيرة. جميل. طيب أنت تحدثنا على أنيلكا ودروغبا، أصحاب أعمار عالية، يعني ليست بالأعمار الشباب كي يشاركون. هنا نتحدث عن تحول البحث استثماريا اقتصاديا في الفريق، أم أن بحث لفائدة ومنافسة؟ لا، أنا أعتقد أن الهدف الأول هو ليس اقتصاديا بحتا. لا، أنا أعتقد هو فكرة مشروع لتطوير كرة القدم الصينية باستجلابها، بجلبها نعم أصحاب الخبرة. هؤلاء اللاعبون لا يعلمون اللاعب كيف يلعب كرة قدم فقط، وإنما يعلمون اللاعب معنى الاحتراف بحد ذاته. دروغبا اسم كبير. دروغبا هذا اللاعب الذي 3 مرات حائز على لقب الدوري الإنجليزي، و4 مرات على كأس إنجلترا، وكذلك كأس رابطة المحترفين، وبطل أوروبا الأخيرة التي أصبح فيها هو النجم الأوحد أو النجم الكبير عندما أخرج برشلونة من هذه البطولة. وكذلك أنت تتحدث عن 34 هدف سجله هذا اللاعب في دوري الأبطال، يعني رقم كبير، ربما هو الأول على تشيلسي. ودروغبا لعب 341 مباراة مع فريق تشيلسي، سجل 157 هدف، وهي أرقام بحد ذاتها كبيرة. يعني هو نجم، نعم هو نجم، ليس نجما صغيرا، نجم كبير يتمتع بكاريزما خاصة ويتمتع بشخصية خاصة. ربما ليس الهدف هو فقط أن يلعب كرة قدم، هذا هو طبعا هدف مهم، ولكن هناك أهداف أخرى. هو سيكون مدرسة ليعلم هؤلاء اللاعبون الصينيين كيف يتعاملون مع كرة القدم، كيف يعرفون معنى الاحتراف. هذا شيء مهم جدا في كرة القدم. طيب دروغبا أيضا من ضمن تصريحاته ذكر: أنا لو كنت أريد أي فريق أوروبي آخر نعم لاستطعت اللعب، لكني أريد أن أتحول إلى تجربة جديدة، تحدي جديد، نعم. نوع آخر من المغامرة، وتحولت إلى الصين. تتفق معه فيما ذكر؟ نعم أتفق معه، لأن هذا حدث سابقا عندما ذهب لاعبون وهاجروا إلى أمريكا في بيكنباور، وحتى بيليه نفسه لعب في أمريكا، وأصبح هناك نوع. الأمريكيون لا يعرفون كرة القدم ربما التي نلعبها هنا، لديهم كرة قدم خاصة بهم. صحيح. ثم تعرف الشعب أو عرف الشعب هذه اللعبة وأعجب فيها، والآن أمريكا هي من الدول الجيدة في كرة القدم. صحيح. طوروا كرة القدم. الآن أنيلكا سيكون له تحدي جديد في هذه الفترة القادمة مع زملاء له أنيلكا وياكوبو ولاعبين آخرين. حتى كونكا الأرجنتيني الآن ليس فقط، لكن الإعلام هو موجه على هؤلاء اللاعبين لنجوميتهم الكبيرة. جميل. طيب أتحول لموضوع آخر لو تسمح لي، لكن معي عبر اتصال هاتفي الأستاذ عبد الله الجاسم، وكيل أعمال لاعبين ومدربين معروف على مستوى الخليج. مساء الخير عبد الله.